السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هعمل لكم هنا فيديوهات كل فترة عن التطبيقات اللي فيها نصب. طبعا كل التطبيقات اللي احنا داخلين عليها حتى ديت سواء كواي تيك توك يوتيوب كلها استغلالية، عبارة عن استغلال البشر. يعني تطبيق أنا جربته واعتقدت إنه جد. التطبيق ده اللي صورته شايفينها ديت، ده يفهمك انك هتتعرف على الناس وكده وتدخل، واتضح انه بيعمل ايه. استغل النساء، يجيب بنات او نسوان، يديهم فلوس وياخد منك انت فلوس على حلم انك هتلاقي مثلا عروسة تتعرف على واحدة وتحبوا بعض بتاع. اتضح لك انهم ياخدوا منك فلوس يدوها للستات ديت وهو ليه نسبة، ولا هو في حب ولا جواز ولا حاجة. فيهم بنات لا مؤاخذة وستات يعني في ستات متجوزة وقاعدة، وفيهم بنات طالبات وصيع. صيع بجد، هي تقولك أنا محترمة، تعملك بلوك لو أنت غلطت. أنا متعمليش بلوك ولا حاجة، بس بفهمك اللي شفته. تعمل بلوك للي يقول، يعني يكلمها جد أو حاجة. لما تكشفهم إن هما بيخش عشان يلموا فلوس. فاهمين؟ يعني احنا كده كأن ايه في سوق المتعة. ده اللي وصلنا ليه طبعا. يعني ايه استغلال من بره ومن جوه. البرامج اللي عاملينها الأجانب دي استغلال، نوع من أنواع تجارة البشر الحديثة، بس بطريقة خفيفة كده لذيذة، من غير ما ياخد الواحدة يوقفها في السوق ويبيعها. لا، هو بيراضيها، يديها فلوس ويقول لها اقعدي وانت قاعدة برنسيسة كده، افتحي البرنامج والرجالة يدخلوا يحلموا بيكي إن أنت هتكلمي كل واحد فيهم وهتصاحبيه أو هيشقطها. في الآخر هي تاخد فلوس تضحك على المغفل اللي دخل ودفع بقى هدايا بقى. يقعد يديك كده صور إن أنت بقيت فايب ومش عارف إيه. فخدوا بالكم من البرنامج دوت وبرامج تانية بقول لكم عليها. يعني حبيت أعرف الناس. طبعا حتى البرنامج اللي أنا بكلمكم منه هو استغلالي برضه، بس أنا بستخدمه لإيصال رسالة لا غير، مش عشان تسلية وكده. السلام عليكم ورحمة الله.